السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما أنا وأمي في الكوزينة. وصفة اليوم أمي شنو هي؟ الوصفة تاع اليوم رولي بالكرنب. وصفة بسيطة رائعة والبنة مضمونة عالمية. نبدأ على بركة الله. أول حاجة عندنا الكرنب هنا درنا 500 غرام، يعني تحب دير بالميزان 500 غرام. دوكا هذا الكرنب رايحين نرحيوه مليح مليح، لازم يترحى مليح، ولا كش ما طاح فيه شوي ما لازم يتقطر نكتر ونعصروه اكيد. وعندنا هنا حوالي 300 غرام تاع صدر الدجاج. هنا واش راح نديرو فيه؟ راح نديرو فيه حبه بصل متوسطه، نديرو فيه ايضا امي سنة ثوم 4 سنات تاع ثوم، ونديرو فيه ربطه لاباس بها نتاع معدنوس. واش راح نديرو بهذا المكونات كامل؟ راح نرحيوهم مع بعضهم. بعد ما رحينا الكرنب هاوليكم كيفاه قطرناه من الماء، حطيناه في الصفايه وقطرناه مليح. نحطوه هنايا في صناديه كبيره باه تهزلنا المكونات هكذا. هذا لازم حاجة نص ساعة سي سور. ايضا سكالوب اللي رحيناه مع البصله والثوم المعدنوس نحطوه هنايا. راح الرولي هذا يجي يا امي علامه بنين وسهل. عندي هنا المكونات امي جنة الله يقولك كنت سمعي. عندنا المكونات، عندنا الربح نربحو كل، وعندنا ايضا ثوم مرحي، عندي حوالي نصف ملعقه، وعندي فلفل الكحل، وعندي ايضا بيضه. كاين حاجه فقط امي نسيناها ما درناهاش، مبشور الليمون. اللي حاب يزيد باش يكسر النكهه تاع الكرنب يدير مبشور الليمون، ونخلطو جيدا. بعد ما خلطنا كلش دوكا نوليو للمونتاج هكذا. حطينا البابي فيلم فوق طاوله العمل، دهناه امي بالزيت وحطينا الخليط تاعنا. دوكا ندهنو يدينا بالزيت ونبداو نفرشو. نولي ندير عليه جبن ابيض. راكي مسجيه تديش نديرو شويه برك للنكهه ولا للبنه باه جبنين. وايضا قد ما يكون امي الفرماج بنين راح يمد بنه مليحه. لازم فوالا نزيد عليه معدنوس. المعدنوس. قطعته انا. المعدنوس ما قطعتيش. ما قطعتوش انا يا امي. انا اللي قطعت المعدنوس. راح ندير كميه مليحه ميم المعدنوس امي يقتل كما نقولوا حنا. فوالا نكمل الزغبه اللي بقات ونبدا الرولي ونرصو هنايا ونزيرو مليح، نشبحو كما نقولوا حنا. فوالا نجيب الكوتي الاخر ونقلبو عليها. ها الرولي تاعنا تاع الكرنب نسقموه بيدينا هكذا في هذه الاونه. الفرن راهو شاعل على 180 درجه وسخناه مسبقا. نعاود نفيلميها ولا نعاود نلهوثو في البابي الومنيوم ونحطو في البلاطو ونحطوه يطيب. الرولي تاع الكرنب الله يبارك راهو طاب ما شاء الله، والريحه راهي تنفنف وتكذبي لعاد تاع الكرنب. دوكا هنا واش نديرو لك كلمسه اخيره، راح نجيبو جبن شرائح ونبداو نغطيه نكسيوه. نغطيه ميم في تقطيع يجينا باهي هكذا امي. راح نحطو الوحده في الختها. فوالا
دوك نكمل هذه العمليه ونقطعوه ونشوفوه مقدم. بحول الله. رولي الكرنب راهو يشهي. الله يبارك ما شاء الله. زدنا له اللمسه بالفرميج الابيض بالجبن الابيض. بالمعدنوس عنده كما نقولوا شيعة وشبعة. شيعة وشبعة جا ما شاء الله ما شاء الله. بعد ما حطينا له جبن شرائح خلينا هذاك الجبن رام على الرولي ولي كي يعود الرولي بارد بزاف دخلوه شويه للفرن يحكم روحه وخرجوه. هذه هي لاستيس تاعو. بعد ما خرجتو درت له انايا دي روزاز بالجبن الابيض وزينته بالقرص والطماطم وشنو الاخر ولا المعدنوس. جا الله يبارك ما شاء الله. نتمنى ديروه وما تفيقوش ولادكم ولا رجالاتكم يفيقوش يا ميم عجايزكم وشيوخكم ما يفيقوش. ان شاء الله قولوا لهم الحب وخروف. الحم وخروف. ان شاء الله ديروه تستمتعوا به وتردوا لي في التعليقات. الى هنا وإذا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تشتركوا معنا على قناه وصفات أم زكي وعلى صفحه الفيسبوك وصفات أم زكي. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد والى اللقاء.